تخيلوا لما كنت بنام في عز الحر والبس اي حاجة على راحتي واقفل باب اوضتي يا دوبك بس اسيب حتة مواربة علشان الأوضة والشقة كلها كانت بتبقى زي النار من كتر ما هي صغيرة. أصحى ألاقيه فوق دماغي. عايز ايه يا ابني مني؟ يقولي كنت بطمن عليك يا ماما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم معايا في حكاية وقصة جديدة. صلوا على النبي ويلا بينا نبتدي قصة النهاردة. قصة النهاردة بجد درس وعبرة لكل ست ولكل راجل ولأي حد في الدنيا. لازم يعرف إن مش كل إنسان يتيم لازم يبقى طيب وغلبان، ومش كل الناس اللي احنا بنمد ايدينا ليهم بالخير بيردها لنا بالخير هما كمان. تابعوا معايا قصة النهاردة واتمنى ان انتوا تشاركوني برأيكم في التعليقات. وصاحبة قصة النهاردة بتقول: انا اسمي نجاح، اتولدت وعشت في منطقة بسيطة جدا جدا. اتجوزت راجل للأسف كان كل همه إن هو يضحك على الناس ويتلاعب على الناس وينصب عليهم. وللأسف بسبب المشاكل الكتير قوي استكفيت لما جبت بنتي الوحيدة سماء، وقلت إن أنا مش هخلف عيال تاني بسبب اللي هو عامله فيا ده. كل ما سماء كانت بتكبر قدام عيني كل ما كنت أنا بخاف أكتر وأكتر. مش عارفة مش عارفة طريق أبوها ده هيودينا لحد فين. أنا والحمد لله بصلي وبصوم وقريبة جدا من ربنا وعارفة حدود ربنا كويس أوي. حتى لو كنت غلطت غلطة في يوم من الأيام بس أنا الحمد لله عشت واتربيت على كده. علشان كده آخر ما زهقت من أبو بنتي قلتله اتقي الله بقى وامشي كويس. الناس كلت وشنا كل المنطقة عارفة إن أنا غيره خالص. علشان كده كانت الناس دايما بتصبر عليا علشان خاطري. قعد يسد شوية في الديون اللي كانت عليه وقال لي خلاص توبة من دي النوبة، أنا مش هعمل أي حاجة غلط تاني. لكن شوية والديانة بدأوا برضو رجليهم تيجي كل شوية على الشقة بتاعتنا. المهم قلتله بعدين انت لازم تشوف لك حل. قال لي انا هسافر في اي بلد اشتغل فيها علشان بقى خايف ان هو يتمسك بسبب اي وصل كده ولا كده، بسبب طبعا الديون وعمال يتدين ويمضي ومعرفش الفلوس دي بيوديها فين. وفجأة وفي يوم وليلة بدأ أما خلاص ابتدى إن هو يسد فعلا الديون اللي عليه وابتدينا نفوق وابتديت أحس إنه خلاص بقى إن أنا والحمد لله جوزي بدأ يتعدل ويتظبط وبدأت الحياة تمشي كويس. ساعتها كان له نصيب إن هو يموت ويسيبني، وده كان قدر ونصيب. وقلت الحمد لله إن هو مات بعد ما اتعدل شوية. ساعتها بصيت لبنتي وانا كنت لسه شابة صغيرة والبنت كانت لسه صغيرة وكان عندها تقريبا 7 سنين ولا حاجة. انا هعمل ايه واتصرف ازاي؟ يا رب دبرني دبرني يا رب من عندك. ناس كتير طبعا قعدوا يقولوا لي انت ليكي جواز، بس انا خفت، يعني خفت ادخل على بنتي حد انا مش ضامنة هو هيعمل معاها ايه. خفت اصلا من فكرة الجواز لان جوزي الله يرحمه ويسامحه كنت اعرف عنه كل خير. لكن بعد ما اتجوزته طلع الموضوع اللي فيه هو ده بيتدين من طوب الأرض. معرفش الفلوس دي كانت سببها ايه، لو كنت بطلب منه حاجة ولا أي حاجة، ولا علشان كده قلت لأ كفاية أنا مش عايزة أتجوز وأجرب تاني. أديني اتجوزت وعرفت الجواز والحمد لله. أخلي بقى بالي من بنتي وأربيها كويس وأراعيها لأن هي دي سند وعزوتي كلها في الحياة. وديت بنتي اديتها كل الحب اللي في الدنيا والاهتمام والمراعية وبقيت بتعامل معاها مش بس بنتي، دي صاحبتي وأختي وحبيبتي وكل حاجة ليا. أما كانت لما بتكبر كل يوم كل ما كنت ببقى مطمنة بيها أكتر. وقلت بسيرك يا بنتي هتتجوزي وأكيد يوم ما تتجوزي هنجيب راجل سند نتسند عليه احنا الاتنين، هيبقى جوز بنتي وربنا يبارك لنا فيه ويجعله صالح يا رب. ودي كانت دايما دعوتي، ربنا يرزقك يا بنتي بابن الحلال. كبرت بنتي وأول ما يدوبك ما خلصت الدبلوم بتاعها
لقيتها جاية وقاعدة بتتكلم معايا وبتقولي يا ماما، بس بقى يا ماما، أنا لازم إن أنا أشتغل وأساعدك في كل حاجة في البيت. انتي تعبتي وشقيتي علشان خاطري، وانا كنت بشتغل اصلا من قبل حتى ما اتجوز وقبل ما جوزي يموت، بسبب ان انا كنت بحاول اسد معاه في الديون اللي كانت عليه. بس لما مات في ديون ما تسدتش، وناس سامحوني وكانت حاجات بسيطة، وفي جزء انا كملت سداد فيه مع ناس يعني حالتهم مش حلوة ولا حاجة ومحتاجين فلوسهم. والحمد لله كل ده بفضل ربنا ان هو قدرني ان انا اكمل كل ده. قلت لها يا بنتي انا مش عايزاكي تشتغلي، انا يا بنتي بخاف عليكي من الهوا الطاير، انا كل اللي انا عايزاه من الدنيا ربنا يسترها معاكي ويصلح حالك ويكملها معانا كده بالستر. قالت لي يا امي انت ربيتيني احسن تربية، علمتيني الصح من الغلط وعرفتيني ديني ازاي، وازاي ان انا احط حدود بيني وبين اي حد، ما تخافيش عليا ولو في وسط 100 راجل. شوفي لي شغل يا ماما علشان اساعدك، علشان حرام اللي انت فيه ده. على الاقل يا ستي اجهز نفسي. امال انت بتقولي لي هتجيبي لي عريس ازاي وهتجوزيني ازاي واحنا ظروفنا كده؟ بصراحة حسيت ان البنت عندها حق، وكمان انا كنت واثقة جدا في تربية البنت، لان بنتي كانت زي القمر من بره ومن جوه. وبعد شوية وافقت، وقالت لي كل الناس بتروح تشتغل في مصانع، مصانع بقى لبس، مصانع تكييف، مصانع خضار، مصانع تغليف. قلت لها شوفي اي مصنع من دول، بس اهم حاجة يكون في حد في المصنع ده انا اعرفه، واحدة ست كبيرة او حد من اللي احنا عارفينهم كويس قوي. قالت لي من عينيا الاتنين يا ست الكل، انتي تؤمري. وفعلا دورنا على شغل لحد لما لقينا مصنع ملابس، وكنت بالصدفة اعرفه فعلا واعرف حد فيه، وده كان بناء على طلبي اللي انا طلبت منها. واشتغلت بنتي، وعلى الرغم ان انا كنت واثقة فيها بس كنت خايفة عليها من الناس، مش منها، مش منها هي يعني. فبقيت كل يوم والتاني اكلم الست اللي انا اعرفها واسألها على بنتي عاملة ايه، بتشوفيها في الشغل، دنيتها ايه، خلي بالك منها، اوعي حد يقرب منها. قالت لي لا يا اختي ما تخافيش، دي بنتي، وبنتك ما شاء الله عليها قاعدة ال24 ساعة في حالها، ولا بتكلم حد ولا بتهش ولا بتنش، دايما متجنبة كل الناس. ده المصنع كله بيقوم ويتقلب ساعات بسبب عركة أو مشكلة وهي قاعدة في مكانها مش بتتحرك ومش بتقوم، ومش عاملة صحوبية مع أي حد في المصنع ده كله. حتى ساعات الأكل أتحايل عليها يا بنتي تعالي كلي معانا كلنا، وكلنا قاعدين بناكل ما ترضاش أبدا، وتطلع اللقمة يا حبيبتي بتاعتها وتاكلها مع نفسها. يا زين ما ربيتي بسم الله ما شاء الله، ربنا إن شاء الله يكتب لها الخير ويسعدها يا رب ويبارك لك فيها على التربية دي. كنت أنا أفرح قوي وانبسط وأقول الحمد لله يا رب إن بنتي بالأخلاق دي، وما كانتش يعني ما كنتش بكتفي من مرة. كل يوم والتاني كنت خايفة أي حد من اللي بيشتغل في المصنع يميل دماغها أو يقرب منها، واحنا مش ضامنين برضو الزمن اللي احنا فيه ده. لكن بعد ما بنتي اشتغلت ب6 شهور بالظبط لقيتها بتقولي يا ماما في واحد النهارده جه قعد جنبي وكلمني. قلت لها ده مين ده بقى؟ مين ده بقى ان شاء الله، وبيكلمك عشان خاطر ايه؟ قالت لي لا يا ماما ده عيل غلبان كده ويتيم، ولا ليه اب ولا ليه ام، وامه ماتت من زمان وابوه اتجوز بعدها ومات وسايبه مع مرات ابوه. قلت لها انتش عرفت بظروفه دي كلها؟ قالت لي ما انا سألت عليه بعد ما قعد معايا علشان هو بيقول لي ان هو عايز يتجوزني. قلت لها يتجوزك؟ يتجوزك ايه بس يا حبيبتي، انت شايفة ان ده مناسب اللي ملوش حد خالص ده؟ قالت لي معرفش يا ماما، انا جيت وقلتلك وانتي بقى شوفي دنيتك ايه. انا شايفاه ان هو غلبان بصراحة، وعمري ما شفت عليه اي حاجة وحشة خالص في المصنع ولا برا المصنع. قلت لها طيب نسأل عليه بقى ونشوف. المهم قالت لي ان هو اسمه حامد وعايش مع مرات ابوه اللي كرشته بره البيت،
ومن كلام الناس عليه حسيت برأفة ناحيته. حسيت إن الشاب ده محتاج المساعدة، يتيم وغلبان، وإحنا وحدانيين وغلابة إحنا كمان. وفكرت إن هو هيبقى سند وظهر لينا، وإن ربنا هيجعل فيه العوض أهو. ولا يبقى ليها مثلا أخت جوز يرازي فيها، ولا حما تطلع مش كويسة، ولا أي حاجة من اللي أنا بخاف منها دي. ودي كانت الغلطة اللي أنا عملتها في حياتي، وكانت أكبر غلطة إن أنا آمنت للشخص ده. حامد فعلا بعد ما بنتي قالت لي وجاني يوم وخد منها الرد بالموافقة إن أنا موافقة أقابله. جه يوم الأجازة بتاعتهم، عملت له شوية حاجات كده يعني علشان أقدمها له لما يجي، وعلى قد ما أقدر حاولت إن أنا أظبط البيت بتاعنا، ولقيته جاي إيد ورا وإيد قدام، معهوش حد، وفعلا شكله غلبان ويصعب على أي حد. سلمت عليه، اقعد يا ابني. قعد. كل كلامه بص يا ماما، أنا يتيم لا أم ولا أب، مرات أبويا كلت حقي وطردتني في الشارع، وأنا ماليش حد في الدنيا دي، وعايزك انتي وسماء تبقوا أهلي، تبقي انتي تبقي أمي وهي تبقى مراتي، وأنا كل اللي هشتغل بيه هديهولك في إيدك يا أمي، وانتي بقى تظبطيلي أموري. أنا عارف إن انتي ست طيبة، وعارف إن انتي ست محترمة، وكمان شديني في سماء أخلاقها، ولا ليها دعوة بحد ولا ليها علاقة بحد، وبصراحة أنا مش هلاقي زيها. أنا اشتغلت في المصنع من صغري، وعمري ما شفت زي سماء، قصده عمري ما شفت في هبل سماء وأم سماء. ساعتها الولد ده صعب عليا، وفعلا سألت عليه ومحدش قال لي في حقه ربع كلمة وحشة. كلهم قالوا لي ده يتيم وغلبان وملوش حد ومقطوع من شجرة، ومرات أبوه رمياه في الشارع من زمان، واخدة البيت طويل عريض بتاع أبوه الله يرحمه، ما اديتلوش منه حتى أوضة يقعد فيها. صعب عليا، وقلت يا حبيبي ده انت مظلوم، وربنا إن شاء الله بينصر المظلوم. وفعلا قلت له بص يا ابني، انت بتنام فين وبتعيش فين، عايش ازاي يعني. فضول بقى، الإنسانية كانت واخدة حقها معايا. لقيته بيقول لي والله يا أمي أنا بنام عند صاحبي شوية، ولو مثلا